صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. بنتكلم عن إن إحنا ليه بندي كتير وبناخد أقل من التقدير اللي المفروض ناخده. بنكون معنا أو فعلا محتاجين حاجات لكن مش بنلاقيها. كل واحد بيتكلم بالطريقة اللي هو عايزها، بالأسلوب اللي هو عايزه، بالاحتياج اللي هو عايزه، بالمتطلبات اللي هو عايزها، ومش عارف هل هو بيقدر يدفع تمن الحاجة دي أو لأ. ففي أغلب العلاقات كل واحد، في ناس بتدفع الكريدت وبتدفع المقابل وبتقدم، وفي ناس اتعودت إن هي تاخد الحاجة دي ببلاش. وعلشان احنا عودناهم إنهم ياخدوا الحاجة دي ببلاش، استنفذونا، استحلوا تعبنا، استحلوا قيمتنا، وكمان شافوا إن ده أمر مجبرين احنا عليه. إذن إن احنا ما قدرناش ندي أو ما قدرناش نعمل، احنا أصبحنا السيئين الخاينين الكذابين في رواية أحدهم. ليه؟ عشان هم أخدوا ببلاش وما كانوش بيدفعوا تمن أي حاجة. ما كناش بنطلب منهم ولا تقدير ولا احترام ولا حب ولا أمان، ولا إن احنا حتى نحس إن احنا محبوبين قصاد الحاجة اللي احنا بنقدمها. لكن فكرة إن أنت تعيش تكون حد محبوب لكن مش متقدر، دي عبارة عن أزمة ناس كتير بتعاني منها. لأن احنا في الأول وفي الآخر بشر، مهما قلنا إن احنا مش محتاجين حاجة من حد، مش عايزين حاجة من حد، بنيجي آخر اليوم أو في عز تعبنا، حتى لو شوية تعب بساط قليلين، بنحس إن احنا محتاجين حد يطبطب علينا، حد يقدر تعبنا، مجهودنا، الحاجة اللي احنا بنعملها. لازم يكون في حاجة قصاد الحاجة اللي احنا بناخدها. ودي من اكتر الحاجات اللي بتخلي اي انسان طبيعي بيعمل اللي عليه وبيقوم بالدور بتاعه بيشك في نفسه وبيشك في العلاقات وميثقش في اي حد ويبعد عن كل الناس ويجتنب كل الناس. ليه؟ لان ما كانش في حد بيقدر اللي هو بيعمله علشان. التقدير دايما مش كلمة شكرا ولا ربنا يخليك لينا او ربنا يخليك ليا. التقدير ان الشخص يحسسك او الحد اللي انت بتتعب علشانه ان وجودك في حياته ذو قيمة او ليه قيمة. فمش لازم انت اصلا تكون بتعمل او ما بتعملش عشان تتقيم او تتقدر، لا، لازم انت لو انت اللي تطلب او انت اللي تطلبي كل مرة التقدير، الاحترام، النقاش، المشكلة هتيجي من عند مين؟ المشكلة مش انك بتدي او انك بتدي بدون تقدير. المشكلة ان احنا بندي دايما الناس الغلط والاشخاص الغلط والمحيطين بينا الغلط، ان مهما حد اداه عمره ما هيقدر. ليه؟ لان في فرق بين ناس متربية وفي فرق بين ناس ما عندهاش احساس ولا تعرف يعني ايه تربية. في فرق بين ان ناس اتربت تربية حقيقية تعرف قيمة اللقمة، قيمة الجنيه، قيمة الدولار، قيمة المية، قيمة السكن، نعمة كل حاجة. وفي ناس بتستحل الحاجة دي وما تتعبش فيها، زي حد يدخل مكان ماهوش عارف متكلف كام ولا قيمته كام ولا تستحق كام، ويهلك ويكسر ويخرب فيه، وعارف ان في اي حد من وراه هيلم، هيصلح، هيلبس. لكن اللي عارف قيمة الحاجة
بيعرف يقدر وبيكون عنده بصيرة بالحاجة اللي بتتعمل، غير الناس الشحاتة، غير الناس الضيعة، غير الناس اللي ما عندهاش اي احساس، اللي ما عندهمش اي اصول ولا اي مبادئ اتربوا عليها. فدول بيكونوا بالنسبة لنا او بالنسبة لي، وبعلمها لكم، دول شحاتين ما عندهمش اساس واقفين عليه. يتعاملوا معاك على الاحترام على انه واجب، على العطاء حق مكتسب، على انك تتنازل وتضحي وتقدم لهم، ده انت مجبر ان انت تعمل كده، كل الناس بتعمل كده. فهنا ده اللي بيقيم الناس، بنت الناس والناس اللي مش بنت ناس. ابن الناس او بنت الناس مش هو او هي اللي بتقول بابي ومامي واتيكيت وبتاع. هما اللي معدنهم اصلي، معدنهم حقيقي، مش مزيفين، مش موجودين على حسب حضورك معاه. غيابك بيتعرف قيمته، ووجودك بتتقدر فيه عشان معروف قيمته. بس لازم كل واحد فينا يسأل نفسه سؤال: هل وجودي في العلاقة بالناس المحيطة بيه حاجة لها قيمة أو لا؟ سواء انت أب أو أم أو أخت أو أخ أو أي حد ورفر، علاقتكم إيه بالناس اللي بتحتويكم، اللي بيمثلوا لكم مصدر للدعم والأمان؟ انتوا إيه بالنسبة لهم؟ هم إيه كمان بالنسبة لكم؟ لو انتوا معرفتوش تفهموا اللغز ده، للأسف هتفضلوا طول عمركم عندكم مشكلة، حتى لو انتم مقدرين. ليه؟ لأن أخطر حاجة في العلاقات مش إن الإنسان فينا يكون وحش، إنه يكون مش مقدر اللي بيتعمل له، مش مقدر العطاء المعنوي، المادي، القيمة، الاهتمام. والخطر الأكبر منه إن انتوا تبقوا بتبذلوا كل المجهود العظيم والناس تتعامل معاه لأنه حاجة عادية. دي حاجة صعبة. ليه؟ لأن الناس مش بتقدر ولا بتعمل أي حاجة حلوة، مع إن إحنا كل اللي إحنا محتاجينه حاجة واحدة: التقدير. مش مجرد إن أنا أقول لحد شكرا، التقدير إن أنا أخلي الشخص يحس إن هو ليه قيمة في حياتي، ليه قيمة في يومي. واللي ملوش قيمة لازم يعمل لنفسه قيمة. في 3 أنواع من العلاقات مستهلكين. النوع الأول شخص بيقدرك بس اتعود ياخد بس، بيعتبرك مضمون في حياته أو بيعتبرك مضمونة في حياته. وشخص تاني ما بيقدركش إلا إذا أنت بدأت تبعد عنه، يبدأ يعرف قيمتك ويدور عليك. والنوع الثالث وده الأخطر، لأن بعض الناس ما بتعرفش قيمته غير لما بيفتقدوه، وده اللي بيحصل مع الناس اللي فعلا لها قيمة. لما بيموتوا، لما بيفكروا يحبوا نفسهم ويتخلوا، لما بيفكروا يعرفوا قيمة حياتهم ويطوروا منها ويبعدوا عن الناس اللي ما قدرتهمش، لما قرروا الرحيل، لما قرروا يمشوا، لما مشوش بأمر من ربنا زي الموت، هم اللي قرروا ان هم يمشوا. والنوع ده انا بشفق عليه، لان ده موجود كتير ومفيش حد بيحس بيه. النوع ده بيكون عايش وسط الناس بس ما عادش بيحس ليهم حاجة، مش خايف منهم ولا بيحس ناحيتهم حاجة، وجودهم زي عدمهم، ولا ليهم قيمة ولا ملهمش، ولا هو محتاج منهم ولا عايز منهم. ليه؟ لأن هو قدم كل حاجة وهم استهلكوها غلط، معرفوش قيمتها. فالنوع ده بيقرر مع كتر التنازلات والتضحيات إن هو يعيش غريب في وسطهم، حتى لو الناس دي كانت أقرب الناس ليه، حتى لو ولاده،
حتى لو اخواته، حتى لو امه وابوه. طب هل الناس دي بتتعالج او بتصلح؟ للاسف في نوع من انواع العلاجات ملهاش اي نوع تاني من العلاج. ليه؟ لان الحاجه اللي بتتكسر طريقه الاصلاح فيها لازم تسيب اثر. مفيش حاجه ما بتسيبش اثر. الحاجه اللي بتتكسر لو انت حاولت تصلحها عمرها ما هترجع تاني، والاثر اللي اتكسرت منه عمرها ما بتعرف تتنازل عنه. طب انا نصيحتي كمتخصص، طب الناس اللي تقدر تتعايش تاني وتتأقلم تبقى ناس مغفلة، تبقى ناس ضعيفة، تبقى ناس هشة، وهتستاهل اللي يحصل فيها تاني مرارا وتكرارا. ليه؟ لأن أنا لو فجأة عرفت قيمة الناس اللي حواليا كلهم، عرفت إن هما مالهمش لازمة، مالهمش قيمة عندي، مش محتاجهم. بعد ما أنا هديت وبقيت كويس، هما طبطبوا عليا بالنفاق عشان عرفوا قيمتي أو عايزيني أرجع تاني. أقوم أنا أصدق كذبهم وتقديرهم المزيف عشان هما محتاجين، وهما بالنسبة لي أنا حطيتهم في كاتيجوري الشحاتين. هما شحاتين فمش عايزين يشتغلوا، عايزين يبقوا عالة. الشحات دايما السليم هو تعود على الشحاتة عشان مش عايز يشتغل، بيحب أبو بلاش، بيحب الحاجة السهلة، بيحب الحياة السهلة، ما يعرفش يعطي لكن يعرف ياخد. ولو اديت له النهارده وبكره، اليوم التالت لو ما اديتلوش هيقل منك ويحاسبك. عشان كده لو انتوا قررتوا ان انتوا تبعدوا عن الشحاتين واخدتوا قرار ان انتوا تعيشوا من غير شحاتين في حياتكم، مهما هم كانوا، قريب منك او غريب، حتى لو كان حبيب، حتى لو كان صاحب، لو اخ، طالما تعامل معاك بمبدأ الشحاتة وانت ما تقدرتش في البداية، وقتها امشي. ولو مشيت ورجعت ما ترجعش تندم. ليه؟ لأن عمر الشحات ما هيعرف قيمة الحاجة اللي بتديها له على حقيقتها، لأن هو الحاجة بالنسبة له تكنز ولا تستهلك. فهو يكنز منك الأكل، يكنز منك اللبس، يكنز منك الحنان، يكنز منك الأمان. شحات هو عامل استعداد لكل حاجة إن هو ممكن يعيش فقير، فلو معاه ملايين الدنيا هيعيش شحات. ليه؟ هو خايف يفقدها، لأنه ما يعرفش يستثمرها، لأنه ما يعرفش يستغلها، فبيحاول يشحت المشاعر ويخبيها ما يديهاش لحد. شحات. الماديات ياخدها يخبيها ما يستثمرهاش وما يطلعش منها لله. شحات. اي حاجة عندك عايزها ليه، طاقتك، مجهودك، حبك، امانك، احترامك، عايزها ليه، لكن هو ممكن يديك قصادها استحالة. ولو انت قربت من الحاجة اللي انت اديتها له هيقل منك. ليه؟ هيفكر ان انت اللي شحات وهو اللي بيعطف عليك، ووقتها هيديك الحاجة اللي انت اديتها له باسلوب مش ولا بد. عشان كده كل واحد يبقى عارف الحاجة بتاعته بيحطها فين وبيستثمرها ازاي، ويبعد عن الشحاتين. عشان كده ياخد معانا ضيوف ونسمع منهم.